اتنين فعلا سموم، والفكره ان الاتنين السموم عندك في نفس الخط، هي دي المصيبه اللي عندك، ان الاتنين بادياشيل وتوسن الاتنين حرفيا سم في الفرقه، عاملين توكسيسيتي رهيبه في خط الدفاع، مبوظينه كله. انت يا عم حتى لو بتستميت في الدفاع وما عندكش اسماء كبيره فيه، ولكن بيبقى فيه استماته لما بتلاقي مثلا تشالوبا جنب فوفانا، لما بتلاقي تشيمبونج بيلعب بيبقى فيه روح. انما الاثنين دول بيلعبوا ضدك اساسا، انت بتنزل الماتش خسران 1,000,000%. بيستغلوا اخطائهم، بيستغلوا ان هم ما بيعرفوش يلعبوا بالكره ويطلعوا بيها، بيستغلوا كميه اخطاء عليهم مش طبيعيه. فبعد كل الهيلمان ده بقى الاقيك طالع تقول لي ماريسكا السبب، ماريسكا لازم يمشي. على اي اساس؟ انا حرفيا حاطط لك كل الحاجات اللي انت ممكن تتهم بيها المدرب وقفلتها لك، فانت انك تقول لي المدرب هو السبب في حاجه زي كده، دي تبقى مصيبه بصراحه. قلتها قبل كده وبرضه هفضل اقولها، ادوا الراجل ده التدعيمات اللي هو محتاجها وبعد كده احكموا عليه. ادوا الراجل ده مهاجم غير ديلاب الملط، ادوا الراجل ده خط دفاع محترم، سنتر باكين محترمين غير اللي موجودين. خلص لي بقى من بادياشيل وتساسي وتوسن، ارميهم لي كلهم في الزباله، وهات لي جوزين دفاع محترمين يقدروا يشيلوا دفاعك باقي النص الثاني من الموسم.